السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم عصير ليمون، بس عصير ليمون عن الليمون بتاع الكافيهات، مش اي ليمون يعني. عندنا هنا، قبل ما نبدأ الفيديو افكركم باللايك. لو عجبك الفيديو حطي لايك، مش هتخسري حاجة والله. يعني لما يبقى الفيديو جايب 180 مشاهدة و4 لايكات، طب ليه؟ مش فاهمة والله. يعني قدروا تعبنا والله، وقدروا ان احنا بنقدم لكم خدمة وفيد واستفيد و... يعني اعتبروها كده يعني صدقة ولا حاجة. وربنا يجرنا كده من النار ان شاء الله. والحر اللي احنا فيه ده لازم عصاير ومرطبات يعني اكتر من الاكل. فهنعمل النهاردة ليمون، وليمون الكافيهات بقى. عندنا هنا اللي هتفرق معانا المعلقة دي، معلقة اللبن البودر، هي دي اللي هتفرق معانا، هتدينا فوم حلو، وكمان هتخلي لون الليمونات ده جميل جدا. عندنا هنا التحلية دي بقى زي ما انتي عايزة. عندنا ليمونتين للكوبايتين يعني عشان يبقى مظبوط. وعندنا كمان تلج. هنسمي الله كده ونروح نعصر الليمون. كده عصرت الليمون بالشكل ده. لما تعصري الليمون خدي اللب بتاعه، هو ده اللي هيديكي الطعم الحلو. يعني عصريها زي البرتقانة، تبقى كده. فضيها خالص من اللب بتاعها كده عشان تديكي طعم حلو. هننزل كده بسم الله بالسكر، معلقة اللبن، ومعلقة السكر واللبن بالشكل ده. نحط عليهم بقى مقدار المية، زي على قد ما انا هعمل. يعني لو هعمل في الشوب ده يبقى كوبايه الا ربع كده، عشان اعمل حساب السكر والحاجه اللي انا حطاها والليمون. مثلا هعمل كوبايتين، يبقى كده كوبايه 3/4 كده فاضي. هضربهم بقى عشان صوت الخلاط، هضربهم وارجع لكم. ادي ده شكل الليمون بعد ما ضربته، شايفين جميل ازاي. نحط بقى في التلج بسم الله. يلا اشربوا بألف هنا وشفا. متنسوناش بقى في لايك وشير بالله عليكم، كفاية اللايكات اللي بتروح مني. ما تنسوناش في اللايك، وبحبكم في الله كتير كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.